القصه كتبدا مع تلاميذ في القسم اللي لقاو ريوسهم فجاه مجبورين يشاركوا في لعبه مميته سميتها داروما. اللعبه كانت على هذا الراس الغريب، الا مشى دار شاف فيهم ولقى شي واحد فيهم تحرك غيشرشم ليه راسو، اما الا دار جهه الحيط وما بقاش كيشوف فيهم عاد ديك الساعه يمكن التلاميذ يتحركوا. التلاميذ ما عرفوا راسهم باش تبلاو وما فهموش الكونسيبت في الاول، وكاملين كانوا مخلوعين وشي وحدين منهم بغاو يهربوا. ولكن اللعبه داروما كان مستمتع وبدا كيفرقع الريوسه ديال التلاميذ واحد مورا واحد، والطلاب اللي بقاو ما كانوش فاهمين علاش خاص كلشي يموت وكيفاش يديروا يخرجوا من هاد اللعبه. حتى قرروا شي وحدين يحلوا الباب ولكن ما بغاش، وتما بالك الدم طار. الطلاب الاخرين كانوا كيغوتوا حتى سكتوا مضمون ديدرات قال لهم يثبتوا حيت كيعرف هاد اللعبه مزيان وهي خطيره وكتقتل. ياك سيدي كمل. مونديدرات لاحظ واحد البوطونه في الدار ديال اللعبه داروما وقال لهم الا بغاو يخرجوا من هنا كيخصهم يوركوا على البوطونه، ولكن المشكله هي خاصهم يوركوا عليها قبل ما يسالي الوقت، والا سال الوقت وما وركوش عليها هنايا رسميا كلشي غادي يموت بلا استثناء. بداو ديك الساعه كيحاولوا يوركوا على البوطونه ولكن ما قداو والو. اللي كيبغي يورك على البوطونه راسو كيطير قبل ما يوصل، حتى بقى غير شون وصاحبو نديدرات وكيبان باللي لقاو الحل باش يوركوا على البوطونه. بقات 10 ثواني شون غادي يطلع فوق دار صاحبو نديدرات، نقز لعند اللعبه وقدر يورك على البوطونه في اخر ثانيه، وكيبانوا بلي انتصروا في اللعبه وقدروا يعيشوا بجوج. ولكن في واحد اللحظه مول نديدرات تفرق عليه راسو وغنكتشفوا باللي اللي كيضغط على البوطونه هو الاول هو اللي كيبقى عايش من بين الطلبه كاملين. دابا غنديروا واحد فلاش باك باش نعرفوا هادشي كيفاش بدا. هذا هو شون وكان يوميا كيدوز وقته غير في الالعاب، كيحس بالملل في حياته وما كيبغيش يمشي للمدرسه، وكان كل نهار كيدير عذر لمو باش ما يمشيش ليها، ولكن اليوم اكد عليها باش غدا غادي يمشي في الصباح. لغد لين في المدرسه هو وصاحبو نديدرات داز من حداهم ايتشكا، وكيبان بلي شون كيبغيها بزاف ولكن ما قدرش يهضر معاها. في طريقهم للقسم غيبان لهم امايا كيسخسخ في شي وحدين، وكان هاد امايا قبيح وما كيحنش. في القسم الاستاذ غيطلع على شون وملي دار الاستاذ يكشف في السبوره تفرق عليه راسو ويخرج في بلاصتو اللعبه اللي شفناها في بدايه القصه. وبهكذا غادي نرجعوا للقطه اللي وقفنا فيها، وكان اللعبه داروما كيقول لشون بلي المش غادي يجي. شون ما فهموش شنو بغى يقصد، ومورا غادي تجي عندهم ايتشكا وغيعرف منا بلي حتى هما في القسم ديالهم طرا معاهم نفس البلان. بغاو يعيطوا على البوليس ولكن ما لقاوش الريزو، مشاو كيقلبوا منين يخرجوا من المدرسه ويمشيو عند البوليس حتى غيلقاو راسهم في ملعب كره السله، وتما فرحوا ملي لقاو شي طلبه باقيين حيين ولابسين لبسات فار، وغير غاديين يدخلوا غيتسد عليهم الباب، وعطاهم هاد المدير المدرسي يلبسوا حتى هما اللباسي ديال الفار، ولكن ما كانوش مقتنعين باللبسه وما بغاوش. مورا غادي تفتح الارض وخرج منها تيمثال عملاق ديال المش، قصا واحد منهم والاخرين شافوا هادشي بداو كيتجاراو، والمش اللي بان قدامه كيلتهموا في دغمه. شونو ايتشكا بانت لهم واحد الكره عباره على قنبله فيها العد التنازلي، وفهموا باللي خاصهم يدخلوها في السله اللي معلقه في القط باش يساليو اللعبه. موراها لاحوا الكره لواحد خونا محترف كره السله، خونا شد الكره لاحا وكانت غادا داخله ولكن لقات شدها منها قبل ما تدخل، وشد الكره ورماها بالجهد لدرجه لصقات خونا في الحيط ومات. من بعد شون عرف ان القط كيتبع غير الاشخاص اللي لابسين لبسات فار، ملي قالها ليهم بالزربه بداو كيحيدوا في الباسي، ولكن اللي ما كانوش عارفين هو القط ملي ما غاديش يلقى الفيران غادي يولي اللي جا في طريقه كياكلو. وفي اللحظه اللي كان فيها المش غيقص ايتشكا شون لبس لبسات فار وبدا كيعيط عليه وخلاه يبقى تابعه وهربان باش يلاهيه. موراها شون عرف باللي باستعمال اللبسه ديال الفار يمكن ليهم يفهموا شنو كيقول المش، وعلى حساب ما فهم كان المش كيطلب باش شي واحد يحك ليه دارو. تعاونوا الطلاب بيناتهم ونفذوا الطلب ديال المش حتى قدروا ينعسوه. شون هز القنبله وكانت هذه هي الفرصه فين يحطوا القنبله في السله باش تسالي اللعبه، ولكن خطفها ليه المدير ديال المدرسه، وبداو كاملين كيتضربوا على شكون اللي غيدخلها الاول، حيت كان كيحسب ليهم بلي القانون ديال هاد اللعبه غيكون بحال القانون ديال اللعبه الاولى، وبسبب الغوات ديالهم فاق المش وقطع جوج منهم، وهاد المره ما كانش عندهم الوقت يعاودوا ينعسوه. لاحظ شون واحد الجلده ديال كره السله وكانت عنده واحد الفكره واعره، ومشى هو ايتشكا غطاو القنبله وكره ديال السله باش ملي يلوحوهم في اتجاه ديال السله ما يعرفش المش اين وحده فيهم هي القنبله. ولكن شون ملي كان كيجري بانت ليه الكره ديال السله اللي كان مغطي بالغلط، وبهكذا عرف المش بلي القنبله عند ايتشكا. لا حتى ايتشكا وحبسها المش قبل ما تدخل. المش تعصب عليها وشويه ما كانت غتكون شاورما. موراها شون لاح الكره اللي عنده وكانت هي القنبله الحقيقيه، وهذه هي الخطه ديال شون من البدايه، ولكن القنبله ما غاديش تدخل. وعلى غفله غيبان امايا شد القنبله ودخلها في الشبكه قبل ما تفرقع في الثانيه الاخرى، وقدروا يساليو اللعبه بنجاح. ولكن الصدمه اللي نجح كان غير شون وايتشكا وامايا، حيت هما اللي ساهموا في الربح ديال اللعبه، اما الاخرين كان كيقتل فيهم امايا. امايا كيامن بحاجه وحده وهي القوي ياكل الضعيف، وهادو بالنسبه ليه كانوا ضعاف وما ساهموش معاهم في الربح ديال اللعبه. هذاك الشيء علاش قتلهم. شون وايتشكا ما عجبهمش الحال ولكن ما عندهم ما يديروا. موراها المش غيطلقوا واحد الدخان، وفي الاخبار كانوا كيقولوا بلي كاينين هجمات قاتله وبان ماتوا اكثر من 10 مليون طالب، وكاينين مكعبات عملاقه بانت في كاع العالم،
وباللي الطلاب اللي نجاو محبوسين في هاد المكعبات، وكيقولوا باللي هادشي كامل من الصنع ديال الكائنات الفضائيه. من بعد فاق شون ولقى راسو لابس لبسه بيضاء ومحبوس مع واحد البنت سميتها سان، واللي كانت صاحبته القديمه، وكان مده طويله ما شافاش، وكانوا معاهم حتى واحد الساط وواحد ختنا فلاه. هاد الساط ورك على واحد اللعيبه وبانت لهم واحد الشاشه هولوغرام فيها الاخبار، وغاديين يعرفوا راسهم محبوسين في مكعب وما يقدروش يخرجوا منه، وحتى من القوات الخاصه ما تقدرش تدخل للمكعب وتعاونهم. وغطلع لهم واحد الكتبه في الشاشه فيها قلب على الساروت وحل الباب باش تسالي اللعبه. شويه من بعد دخلوا 4 ديال التماثيل وغيبداو معاهم اللعبه الثالثه اللي سميتها كاجومي كاجومي. كيفاش كتلعب؟ سهله، كتبدا واحد الاغنيه وملي كتسالي خاص المتسابق اللي بدا يقمر شكون اللي واقف وراه وعينيه مغمضين في 10 ثواني. هاد الصاد كان عاجبو الحال وبغا هو اللي بدا الاول. بدات الاغنيه والتماثيل بداو كيدوروا وهما كيغنيو. سالت الاغنيه وكيخصو دابا يقمر بالسميه ديال التمثال اللي موراه، ولكن ما بقاش كيف كان وتوتر وغيعطيهم سميه غلطه. من بعد خرج التمثال اللي كان موراه ليزر من عينه ونيش بها في جبهه خونا، وهاد الليزر كيخلي التمثال يتحكم في المتسابق، واي حاجه كيديرها كيعاودها من موراه المتسابق، وخلاه يبقى يخبط راسو مع الارض حتى مات. موراها التماثيل مشاو عند ختنا فلاه واختاروها باش تكون هي المتسابقه الثانيه. في الاول ما بغاتش تشارك، وملي عرفت راسها غادي تموت في كلتا الحالتين قررت تلعب وتجرب زهرها. بداو كيلعبوا الاغنيه بدات، موراها الاغنيه حبسات وختنا في الله بقات كتقفقف وما عرفاتش شكون اللي وراها حتى سال الوقت ديالها. داروا ليها الليزر وبقاو كيجبدوا ليها رجيلاتها حتى طردقوها وصفاوها في مره. التماثيل هاد المره هادي اختاروا صان باش هي اللي تبدا، ولكن غادي ينقز العنيبه ديال شون وقال لهم انا اللي غادي نبدا في بلاصتها، حيت كان كيبان باللي عاقلهم بالقالب ديالهم. غمض عينيه وبداو التماثيل كيدوروا مع الاغنيه. سالت الاغنيه وهما يوقفوا وكيخاصو دابا يختار شكون اللي موراه، وفعلا غادي يقمر على شكون اللي وراه وجاب السميه صحيحه. كيفاش عرف السميه الصحيحه؟ هادشي من بعد ما هضرات التمثال اللي في جنبه في اخر ثانيه، وصوت التمثال اللي هضرات كان ديجا مسجلو عنده في التليفون ملي كانت كتلعب ختنا فلاه. ومع كانت التمثاله كتنطق بطريقه غريبه قدر يميز صوتها، ومع حافظ الترتيب ديالهم عرف التمثال اللي موراه بكل سهوله. التماثيل ملي تهزموا قدام شون تفرقعوا وتحولوا لساروت. هزوا الساروت وملي كانوا غاديين شافوا واحد خونا حتى هو عنده نفس الساروت، قصدهم كيجري باش يشدوا ليه في يده حيت كان تابعوا واحد المخلوق معصب وباغي يقتلو، وملي تشدوا اليدين ما قدرش هذا المخلوق يقرب ليهم. وهما في هاد الاجواء شون غادي يضرب على القلاده اللي لابسه صان، وتفكر نهار صان كانت باغا تنتحر وحبسها، وعطاها شي مويعنات تهرسهم وتبرد بهم على قلبها. تما عرف باللي صان باقا كتبغيه. في هاد اللحظه هذاك المخلوق كان تابع ايتشكا. شون طلق من صان ومشى بالزربه تلاح وشد في يد ايتشكا. موراها غيبان واحد الراس كبير فيه 7 الفتحات ديال السوارج، وكيخص 7 المتسابقين معاهم 7 ديال السوارج الا بغاو يخرجوا من هنا. هما كانوا عندهم غير 2 سوارج وتلاقاو مع 2 اخرين حتى هما عندهم 2 سوارج، وبهكذا هما يلا 6 وعندهم غير 4 ديال السوارج، وبقات غير 2 دقائق وكيخاصهم واحد اضافي زائد 3 ديال السوارج اخرين. ولكن على غفله تلاح لهم الساروت الخامس والسادس والسابع، وخرج عندهم امايا شاد واحد الدري، ومع خاص غير واحد باش يخرجوا من هنا. امايا غيطردك العنق ديال هاد الدري، وكان جار معاه هاد الدري غير باش ما يقتلوش هذاك المخلوق. اما دابا شافوا ما بقاش صالح وقتلو، واخا شون ما كانش باغي يجي معاهم الا انهم ضروري خاصهم واحد باش يدوزوا اللعبه اللي جايه. ركبوا السوارج ودوروهم في نفس الوقت، وبهكذا قدروا ب7 بهم يعيشوا في هاد اللعبه. موراها لبسوا حوايجهم ودخلوا لواحد البلاصه فيها الثلج، وغيجي عندهم واحد الدب ديال الثلج عملاق، وقال لهم في هاد اللعبه هادي كيخاصهم يجاوبوا على الاسئله بكل صراحه بلا ما يكذبوا، والا كلشي قال الحقيقه اللعبه غادي تسالي ويمكن لهم يدوزوا اللعبه اللي جايه. اما الا كذب واحد فيهم خاصهم يضحيوا بواحد منهم باش اللعبه تستمر. السؤال الاول كان بسيط بزاف، وكان هو شنو هي الماكله المفضله عندهم، وبدا كل واحد فيهم كيجاوب وكيقول الماكله المفضله عنده. وبرغم البساطه ديال هذا السؤال الا ان الدب شم واحد منهم كذاب، والا ما طلعوش الكذاب دابا قبل ما تسالي 2 دقائق غادي يقتل كلشي. بقاو صحابنا كيقلبوا على شكون اللي كذب، وبدا واحد كيشك في واحد وكيحيدوا التهم عليهم. بقات غير دقيقه واحده وهما مازال حيرين، حتى غادي ينقز مول الجاكيطه كيتهم فيه الشاعر. قال ليه الماكله اللي عزيزه عليك نتايا غريبه بزاف المعلم. الشاعر تعصب وقال ليه انت مالك سوق خالتك، ولكن نقز مول الحمر واتفق مع مول الجاكيطه وزيد عليها من زهرو. الوقت سالا وكيخاصهم دابا يطلعوا الكذاب. مول الجاكيطه ومول الحمر اتهموا الشاعر وتزاد عليهم امايا، وبهكذا تصويت الاغلبيه كيربح، والدب ما كان عليه الا يقتل الشعير. السؤال الثاني كان واش كيبغيو شون. مول الجاكيطه ومول الحمر قالوا لا، اما امايا قال واتشكا العفريته طلعت حتى هي كتبغي شون وجاوبات اما صان كانت المعروف لا يعرف حتى هي قالت ايه والله يعطينا زهرك اودها شون، والله يعطينا شي نقره فين نغبر حناسنا. المهم شون حتى هو كان خاصو يجاوب، وجاوب باللي ما كيبغيش راسو
وشوفوا السيد واخا غيتبغاش متواضع، ولكن الدب بغى يشم ريحه الكذوب. قال لهم يطلعوا الكذاب دابا بيناتهم. ايتشكا غادي تشك في امايا حيت جات عجب كيفاش امايا عزيز عليه شون. مول الاحمر شك في شون حيت جاتو عجب كيفاش ما كيبغيش راسو، وحتى انا جاتني عجب. شون وقف واحد اللحظه وقال لهم هذا اللي كيكذب كيديرها بالعاني باش نخسرو، ولكن شنو هو الهدف ديالو اللي يخليه يدير هكا؟ جاوبو الدب وقال ليه مزيان ملي لاحظتي هادشي، حيت راه واحد من صحابنا كاين وسطكم على هيئه بشريه وكيكذب بالعاني باش يقتلكم. مول الاحمر قال لهم بلي انا ومول جاكيطا كنقراو في مدرسه مختلفه مع بعضياتنا، اما شون وايتشكا وامايا كيقراو حتى هما في نفس المدرسه وكيعرفوا بعضياتهم. هادشي كيعني ان سان هي الخائنه بيناتنا. بغا شون وايتشكا يوقفوهم ويشرحوا ليهم بلي راه كيعرفوها وكتقرا معاهم في نفس المدرسه. اكدت ليهم سان بلي بصح ما كذباتش وبلي بصح كتبغي شون، ولكن مول الاحمر ومول الجاكيطه وامايا صوتوا على سان بلي هي الكذابه، ومعاهما كانوا 5 صوتوا ضدها 3 وما كانش عندها امان، وتم قتلها الدب. وحتى قتلها عاد عرفوا بلي راه كتقول الحقيقه وكانت انسيه ماشي مزوره. شون كان مدمر من هادشي وقال لهم عرف شكون هو الكذاب، وقال لهم الكذاب من البدايه كان هو الدب، وهما في الاصل كانوا كاملين كيقولوا الحقيقه، وهو اللي كيوهمهم بلي راه كاين خائن بيناتهم. وشون عرف هادشي بسبب الدم ديال سان اللي هرس واحد الطرف من الثلج ديال الدب، وهادشي كيعني ان الدب في الاصل كحل وماشي بيض كيف ما قال لهم، وبهاكدا الدب كيكون هو الكذاب. الدب ملي تفرش تعصب وكان باغي يقتلهم، ولكن في الاخر استسلم ونهى اللعبه. من بعد بشويه ما عرفوش امتى وكيفاش خرجوا من المكعب ولقاو ريوسون في بلاصه اخرى غادي تحل واحد الباب وخرجوا منه واحد 3 ديال القراعي غراب، وكانت هذه هي اللعبه الاخيره اللي غيلعبوها. وهاد اللعبه سميتها اضرب العلبه، والشرح ديال اللعبه هو خاص واحد من المتسابقين اللي غيكون هو الشيطان المختار يجيب العلبه ويحطها في المنتصف الدائره، وكيخاص المتسابقين الاخرين يتخباو من الشيطان ملي يكون غادي يجيب العلبه. وملي حط الشيطان المختار العلبه في بلاصتها خاص يبدا يقلب عليهم، والى لقى واحد فيهم وشاف وجهو خاصو يعيط بسميتو ويمشي عند العلبه ويقيسها. وبهكذا المتسابق اللي قال الشيطان سميتو كيكون تشد وغادي يتحبس، ولكن الا واحد منهم ضرب العلبه قبل من الشيطان ديك الساعه كلشي غادي يعيش، ولكن هذاك الشخص اللي غيضرب العلبه ما غادي يضربها غتفرقع، يعني الا بغى يضرب العلبه غيضحي براسو باش يعيشوا الاخرين. من بعد خرجوا ليهم واحد 5 العواد باش يشوفوا شكون اللي فيهم غيكون الشيطان، ومن ظهرهم المكعور كان امايا هو الشيطان. بدات اللعبه والمتسابقين بداو كيتجاراو وكيقلبوا فين يتخباو من الشيطان. العلبه كانت بعيده على امايا وخاصو يضرب طريق باش يجيبها، ولكن بحركه جريئه منه قدر يجيبها لعنده في اسرع وقت. حط العلبه في الدائره وطلق النيترو باش يشدهم واحد بواحد. مول الجاكيطه ومول الاحمر باقي حتى ما سخنوا بلاصتهم، حتى لقاو امايا واقف عليهم بحال بوغطاط، وكلهم العصا ودخلهم سد عليهم في الكاشو. من بعد مشى قاس العلبه وقال سمياتهم، موراها شاف شونكو ايتشكا ومشى طالع قاصدهم. شون ربط حبل ودلاه من الشرجم، مع بغاو ينزلوا من الشرجم كان امايا وصل ليهم وشد ايتشكا بسهوله، اما شون كان هباط بالحبل وتكوانا في واحد البلاصه وبدا كيفكر كيفاش يدير يتغلب على امايا اللي قدر يشد 3 المتسابقين. وبحسب قوانين اللعبه كيتعتبر امايا نجح في اللعبه وما غيموتش. شون غيضرب على لبسه حديديه وخرج عند امايا هو لابسها باش ملي ضرب العلبه تحميه من الانفجار، وزيد عليها وجهه كان مغطي وما كيبانش، وعلى حسب القوانين اللعبه ما يقدرش امايا يقول سميتو وهو ما شايفش وجهه، ولكن اللبسه اللي لبسها شون كانت ثقيله بزاف وما كتخليش يتحرك على راحته. في واحد اللحظه كان قاصدوها السيف، وملي طاح ليه شم راجع منين جا قرب منه امايا وقدر يحيد ليه القناع بكل سهوله، وتما امايا عيط عليه بسميتو، ومعاه كان راجع باش يقيس العلبه ويتسمى راشد شون. لقى سلسله مربوطه فيه مع الدرع، وكان هذا هو الغرض ديال شون من الاول. طلع فوق السور وطلع من فوق الماء، ومع داك الدرع كان ثقيل جر امايا بالجاد وبقى مقاتل كيحاول يطلع فيه، اما شون كان خرج من الدرع وقدر يطلع من الماء بصعوبه، وكانت هذه الفرصه باش يضرب العلبه، ولكن رجليه خواو به وكيبان بلي واكلها ديال بصح. قدر امايا يتفك من الدرع ومشى كيجري قاصد شون قبل ما يضرب العلبه وتفرقع، وفعلا شون ضرب العلبه، ولكن الصدمه هي انها ما انفجراتش ما والو. شون قدر يعتق صحابو اللي محبوسين، وهنا غادي تسالي اللعبه. وبالنسبه للعلبه اللي قالوا ليهم هذوك القراعي غادي تفرقع الا ضربوها، كانت غير مجرد كذبه باش يكون سسبانس في اللعبه. امايا مع خسر كان خايف يموت، ولكن المفاجاه هي كانت هذه اللعبه غير لعبه وصافي، ما فيها لا موت لا والو. وتما بداو الاحتفالات في السماء، والقراعي غيعطيوهم بولوات كمكافاه على هذه المرحله اللي وصلوا ليها. وهنا شون وايتشكا كانوا كيضحكوا وكيخططوا شنو غيديروا في المستقبل من بعد ما نجاو من هذه الالعاب المميته. ولكن الصدمه هي شون غيلاحظ في العود ديال البولو ديالو مكتوبه انت حي، وللاسف في العود ديال ايتشكا مكتوبه انت ميت. وقالوا لهم القراعي بلي كاع هذوك المراحل اللي دوزوا كانوا كيطلبوا الذكاء، اما في هذه اللعبه الاخيره فهي كتعتمد بشكل كبير على الحظ. والمصيبه الاعظم امايا كان عنده الزهر وغيبقى حتى هو حي، اما مول الجاكيطه ومول الاحمر وايتشكا
كاملين غاديين يموتوا. وهذه هي نهايه القصه. نخليكم حتى الفيديو الجاي. بسلامه.